العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. وفد المملكة العربية السعودية يتفقد مختلف المنشآت التنموية في البلاد. إصابة 18 بفيروس كورونا اليوم. العمل في إطار الجمعية يساهم في تحقيق نتائج بستنة جيدة. مجموعة جهادية مسلحة تهاجم قاعدة تابعة للأمم المتحدة في نيجيريا. مصرع 11 عاملا بانهيار منجم للذهب في بوركينا فاسو. ومسيرات مؤيدة وأخرى معارضة لرئيس الوزراء الأرميني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بموجب اتفاق الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الإريترية السعودية المبرم في الرياض يوم 26 من يناير الماضي، زار البلاد في الأيام الماضية وفد من المملكة العربية السعودية وتفقد مختلف المنشآت التنموية في البلاد. الزميل صلاح الدين حسين تابع الزيارة وقام بالتقرير التالي. ضمن زيارته التي استغرقت 3 أيام، قام وفد المملكة العربية السعودية الزائر البلاد في الفاتح من مارس بزيارة تفقدية لمختلف المؤسسات التنموية والمشاريع في إقليم شمال البحر الأحمر. وقام الوفد الذي يضم 20 عضوا ضمن زيارته إلى مدينة مصوع بزيارة المنطقة الحرة وميناء مصوع، واستمع لشرح من المسؤولين حول عمل الميناء وحركة البواخر وعمليات الشحن والتفريق وبرامج توسعة الميناء وجعله منافسا للموانئ الإقليمية في البحر الأحمر. كما قام الوفد بزيارة مسجد الصحابة في رأس مدر في مدينة مصوع، والذي يعتبر أول مسجد بني في الإسلام عند هجرة الصحابة الأوائل لأرض الحبشة، كما يعكس عمق العلاقات الأزلية التي تربط إريتريا بشعوب المنطقة. وقام أيضا بزيارة مطار مصوع الدولي، والذي شيد بخبرات وطنية واستمع لشرح حول أقسام المطار المختلفة وبنيته التحتية والبرامج المستقبلية لتطوير المطار. بالإضافة لذلك قام الوفد السعودي بزيارة سد قحتلاي، والذي يجري إنشاؤه في منطقة قحتلاي، والذي تبلغ سعته الاستيعابية أكثر من 50 مليون متر مكعب من المياه، والذي سيسهم كثيرا في توفير مياه الشرب واستصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة في السهول الشرقية. وفي 2 من مارس قام الوفد السعودي بزيارة مصنع زائر دولتشيفيتا للأقمشة في العاصمة أسمرة، والذي يملكه مستثمرون إيطاليون، واستمع لشرح من مسؤولي المصنع عن الهدف من هذا الاستثمار ومراحل الإنتاج في المصنع ونوعية المنتجات وجودتها ومنافستها للمنتجات العالمية ودوره في توفير فرص العمل للمواطنين. وكان الوفد قد قام في مستهل زيارته بتفقد المشاريع التنموية في مديرية دبروة بالإقليم الجنوبي. وكان فخامة رئيس سياسة فورقي قد التقى بمكتبه في عد هلو في 28 من الشهر المنصرم بالوفد في مستهل زيارته للبلاد، وقدم له تنويرا ضافيا حول المجالات التي يضمها الوفد، والتي تمثل قطاعات المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتنمية والأمن والدفاع والقضايا الثنائية والإقليمية. وفي تصريحاتهم لوسائل الإعلام المحلية، أوضح مسؤولو الوفد أن الزيارة تهدف لتعزيز مستوى التعاون بين إريتريا والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. تشرفنا بلقاء سعادة فخامة الرئيس السياسة فرقي، ونقلنا له تحيات خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية، وتطلعنا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطلعنا إن شاء الله للقائهم في المملكة، نظرائنا في المملكة العربية السعودية. هذا امتداد للعلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إريتريا. احنا يعني شرفنا بهذه الزيارة، وأيضا إريتريا يعني فعلا منطقة خصبة للاستثمار حقيقة والتعاون، وهي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة حقيقة ونموها، لذلك إن شاء الله مجالات التعاون حتكون غير محدودة صراحة يعني. هذا وقد اختتم الوفد زيارته لإريتريا، والتي استغرقت 3 أيام، ورجع عائدا إلى بلاده ظهر اليوم.
ومن هذا التقرير أن ننتقل إلى إعلان وزارة الصحة، حيث أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 2 مارس إصابة 18 مواطن بفيروس كورونا في مراكز العزل في الأقليمين الأوسط والجنوبي. وأصيب 14 من المرضى في أسمرة في الأقليم الأوسط، و4 في الأقليم الجنوبي، 3 منهم في دك محرة و1 في مندفرة. في غضون ذلك شفي 83 مصاب كورونا، 81 في الأقليم من الأقليم الجنوبي و2 من الأقليم الأوسط. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 2884، شفي منها 2344 ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 533 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 2 مارس 2021. أوضح أصحاب البساتين في مديرية قلب بأن عدم تأطيرهم في جمعية ساهم في تأخر بلوغ الهدف المنشود، مشيرين إلى أهمية التأطير لمزيد من الإنجازات. وذكروا توقف جمعيتهم التي حققت نتائج فعالة خلال سنوات قليلة بأسباب مختلفة، ويسعون جاهدين لتنشيطها مرة ثانية بصورة جيدة. من جهته قال مدير مديرية قلب السيد محمد إدريس نور إن المنطقة جاذبة لتنمية البساتين، وتشهد في الوقت الحالي تنمية 128 بستان ذات أحجام مختلفة تروى بالري، مشيرا إلى أن تآطر المزارعين في جمعية يساهم في تبادل التجاري والحصول على الدعم الأدوية والبذور، وكذلك حصاد إنتاج وفير وإيصال الإنتاج إلى الأسواق بسهولة. في غضون ذلك أوضح بأن البساتين النامية في مساحة 54 هكتار في مناطق ملبسو وماي أوالد وحلحل ورهياي في مديرية حلحل توجد في وضع جيد. وذكر المزارعون البالغ عددهم 115 مزارعا بأن بساتينهم المنمية مختلف أنواع الفواكه والخضروات شهدت تطورا ملموسا بفضل العمل الملخص ومتابعة المهنيين الزراعيين، داعيين لإيجاد حل لنواقص الأدوية والبذور المحسنة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة بتأهيل 125 أسرة محتاجة بالماشية بمبلغ 1,250,000 نقفة. وأوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية في المكتب السيد ميكائيل تولده أن الدعم المقدم في الأشهر الأربع الماضية منح للأسر الراعية للأيتام والمعاقين والمرأة الراعية. وقال إن التأهيل كان بمبلغ 10,000 نقفة لكل أسرة حسب اختيارها من الأغنام والأبقار والدواب بهدف تحسين حياتها المعيشية. من جهة أخرى تلقت الجمعية الوطنية لمعاق الحرب 15,245 دولار من الإريتريين المهتمين المقيمين في المهجر المعروفين باسم دوما على أثرهم. من ناحية ثانية قدم عمال المؤسسات الحكومية في ضواحي محبر ولعيتان ونفاسيت وأمباتكالا في مديرية قندع بمبلغ 23,308 نقفة وزع على 4 أسر شهداء. فاصل ونواصل الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. هاجمت مجموعة جهادية مرتبطة بتنظيم داعش في غرب إفريقيا قاعدة تابعة للأمم المتحدة ومعسكرا تابعا للجيش في بلدة تيكوا شمال شرق نيجيريا، كما حاولوا الدخول في منطقة محصنة لجأ إليها نحو 25 عاملا إنسانيا بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وإغاثية في نيجيريا. وكشف مصدر وكالة الصحافة الفرنسية أن المسلحين عمدوا لإحراق القاعدة الأممية، لكنه أكد أنه لم يصب أحد من عمال الإغاثة بأذى. وقد تم إرسال تعزيزات عسكرية انطلاقا من مدينة مارت الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مكان الهجوم بهدف بحسب مصدر إغاثي.
وأضاف إنه تم إرسال دعم جوي قوامه طائرتان ومروحية لدحر المسلحين. وقبل قرابة 3 سنوات هاجم عناصر من تنظيم داعش في غرب أفريقيا قاعدة تابعة للأمم المتحدة في مدينة ران شمال شرق نيجيريا، وقتلوا 3 موظفي إغاثة وخطفوا آخر. وفي سياق متصل أطلق سراح جميع التلميذات 279 اللواتي خطفن من مدرستهن الداخلية في ولاية زامفرا في شمال نيجيريا. وأعلنت السلطات في البداية أن 317 تلميذ خطفن خلال هجوم نفذه مئات المسلحين على مدرسة في قرية جينجبي النائية. ذكرت السلطات المحلية في إقليم بام شمالي بوركينا فاسو أن 11 عاملا لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات نتيجة انهيارات أرضية في منجم للتنقيب عن الذهب. وأشارت في بيان لها إلى أن موقع لتعدين الذهب يقع في إقليم بام شهد سلسلة من الانهيارات الأرضية بسبب استخدام المتفجرات في عمليات التنقيب. وأشارت إلى انتشال عدد من الجثث خلال عمليات البحث التي توقفت في ظل مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى. وشهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا طفرة في التعدين خلال العقد الماضي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أنها أنتجت ما يقارب 60 طنا من المعدن النفيس بزيادة حوالي 20% مقارنة بالعام السابق. نظم مؤيدو رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تجمعا حاشدا في العاصمة ييريفان وسط استمرار تعمق الأزمة السياسية على خلفية الحرب مع أذربيجان العام الماضي. ويواجه باشينيان ضغوطا متصاعدة من جانب المعارضة بسبب طريقة إدارته للحرب في إقليم ناغورني قرهباغ المتنازع عليه مع أذربيجان، والتي تكبدت فيها أرمينيا خسائر فادحة ووافقت على التخلي عن مساحات شاسعة من أراضي الإقليم إلى أذربيجان. وقال باشينيان إنه يعتذر لمواطنيه على الأخطاء التي ارتكبها إثر تسلمه السلطة سنة 2018، معربا عن أمله فأن يوافق رئيس البلاد الأرمين ساركيسيان على إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش أونيك غاسباريان لتدخله في الشأن السياسي، وكان ساركيسيان رفض التوقيع على الإقالة. وكان باشينيان قد اتهم الجيش الأسبوع الماضي بمحاولة الانقلاب إثر دعوة الأركان العامة إلى استقالته. واقترح باشينيان تنظيم استفتاء دستوري في أكتوبر المقبل يدعو الناخبين إلى معرفة رأيهم بشأن توسيع السلطات الرئاسية تجنبا للأزمات في المستقبل. والخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن بركان جبل سينوبونج الإندونيسي أطلق سحابة من الرماد الساخن وصلت إلى 5 كيلومترات في أول ثوران كبير له منذ أغسطس الماضي. ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكتروني عن المركز قوله إن نشاط جبل سينوبونج ازداد منذ العام الماضي، ووضع التحذير من البركان في مقاطعة سومطرة الشمالية في ثاني أعلى مستوى. وأفاد المركز بأنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، لكن مسؤولا حث الناس في وقت سابق على البقاء على بعد 3 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ذعرا بين السكان بسبب ثوران البركان الذي أرسل عمودا من الرماد الأبيض في السماء الزرقاء. وتمتد إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة نشطة زلزاليا للغاية وتتسبب في حدوث عدد كبير من الزلازل والبراهين. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.